السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اتفقنا ان احنا النهارده هنتكلم عن التحاليل اللي ممكن تتطلب منك لو انت عندك مشكلة في الوزن. اول حاجة تحاليل الغدة الدرقية. ليه؟ لان انا عندي الغدة الدرقية دي زي ما قلنا قبل كده هي بتعتبر المايسترو بتاع عملية التمثيل الغذائي في الجسم. يعني الهرمونات بتاعتها اللي هي التي 3 والتي 4 دي اللي بتكون مسؤولة عن عمليات التمثيل الغذائي. بس في نقطة مهمة، هو الدكتور هيطلب منك تي 3 والتي 4 والتي اس اتش اللي هم تحاليل هرمونات الغده الدرقيه، ومعاهم كمان التي اس اتش ده هرمون بيفرز من الغده النخاميه. طيب الدكتور مش هيطلب منك التحاليل دي غير لو انت عندك مشكله في الوزن وفي نفس الوقت انت بتعاني من اعراض تانية بتقول ان انت عندك مشكله في الغده الدرقيه. زي ايه مثلا؟ يعني مش هيبقى حد عنده المجهود بتاعه طبيعي جدا وعنده ضربات القلب ما فيهاش مشكله والضغط بتاعه سليم، ما عندوش مشكله في الضغط، وكل مشكلته ان هو وزنه زايد وهو طول عمره وزنه زايد، وعلاقي الدكتور يقول له اعمل تحاليل غده. لا، مش هيطلب منك تحاليل غده. ليه؟ لان في اعراض تانية مش موجوده عندك بتقول ان انت ما عندكش مشكله في الغده. كويس؟ ده اول حاجه. تاني حاجه هتطلب منك ان انت تعمل تحليل ستول اناليسيز او تحليل براز، وده لان في نوع من الديدان اللي هو اسمها الديدان الدبوسيه، دي بتعمل نحافه بسبب انها بتعمل فقدان شهيه، وكمان هي عشان بتكون موجوده في الامعاء فهي بتستهلك العناصر الغذائيه اللي انت بتاخدها. اخر تحليل معانا اللي هو السي بي سي او تحليل صوره الدم كامله، ده بنعمله عشان نبص مثلا على الهيموجلوبين، ممكن لو قليل او في مشكله في كرات الدم ممكن يقلل او ممكن يعمل مشكله في الوزن. ان شاء الله هنتكلم في فيديوهات جايه عن مجموعه من الفيتامينات والعناصر الغذائيه، مصادرها ايه من الاكل، ولو هناخدها كسبلمنت او كادويه ناخدها ازاي، مواعيدها تبقى ايه. اشوفكم على خير ان شاء الله.